اللغة المستخدمة عامة في نظام التفاهة هي لغة العواطف، كلمات طنانة وتعابير عميقة بلا أي معنى. المهم في اللغة المستخدمة في نظام التفاهة هي حشد أكبر عدد من الجماهير وإثارة عواطفهم وإنهم يلغوا عقلهم. في قضايا كتير في حياتنا الكلام فيها لازم يكون بحساب، الكلام فيها لازم يكون لأصحاب العلم وأصحاب الخبرة. ودايما هنلاقي ان اصحاب العلم واصحاب الخبرة لما بيتسألوا في حاجة هم ما يعرفوهاش بيقولوا ان دوت مش تخصصي او ما نعرفوش. لكن على النقيض والعكس تماما بنلاقي الناس متوسطي العلم وقليل الخبرة لما بيتسألوا في اي سؤال بيدلوا بدلوهم، بيهبدوا زي ما احنا بنقول. الناس دي بقى هنلاقي اكثرها هي اللي بتبقى ضيوف في البرامج الحوارية، وان ما كانش ان في منهم كتير هم المذيعين والمحاورين في هذه البرامج. المشكلة في هذه النقطة ان نظام التفاهة بيعمل على تسطيح القضايا الهامة.